ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن الفرق ما بين الزيت الاساسي والزيت الحامي. ايه الفرق لما حد بيقول مثلا الزيت ده زيت اساسي او الزيت ده زيت كارير اويل او الزيت الحامي؟ الزيت الاساسي هو زيت بيستخدم بنسب بسيطه، بمعنى ان هو ممكن يستخدم بنسبه من 1 ل5% في التركيبه الصيدلانيه بتاعتي، وده عشان خاطر هو بيدي تأثير علاجي قوي جدا بالنسب القليلة دي. في حاجة تانية اسمها الكارير اويل او الزيت الحامل، وده زيت مثلا بيدي تأثير ترطيب، بيدي حاجات التأثير بتاعه عشان خاطر يدي تأثير علاجي بحتاج منه كمية كبيرة شوية، ممكن أكتر من 10% في التركيبة، بحيث ان هو يديني التأثير بتاعه. طبعا البشرة الدهنية صعب ان هي تستخدم حاجات فيها زيوت مكونات عالية، فيما عدا التي تري اويل، وده اللي ممكن يستخدم في اي تركيبة خاصة للبشرة الدهنية عشان خاطر بيقلل الالتهاب وبيقلل الاكني، ومهم جدا ان هو بينشف الحبوب وبيقلل بيعمل اويل ريجوليشن للبشرة.